إخواننا الجزائريين صحة فطوركم، إخواننا المخازنية بصحة عشاكم، باسكو نتوما ما تصوموش، النص الكبير ما يصومش. بون الفيديو هذا على المناورات تاعكم اللي رايحين ديروا شرقي 2025 مع فرنسا على الحدود الجزائرية. شوف أخي المخزني، حنا بالنسبة لهذه المناورة تاعكم يعني لا حدث ولا حرج، يعني ما عندناش حاجة كبيرة فيها، وما تهمناش وما يهمنا فيكم والو، باسكو نتوما عبارة على دولة موظفة لدى فرنسا ولدى الصهيون ولدى الإمارات، معروفين على كل حال. المهم بالنسبة للمناورة، حنا كجزائريين والله لا نبالي بها، والله مانا سامعين بها بكما نتوما المخازنية، باسكو نتوما ما عندكم والو، ما عندك عسكر، ما عندك ماتريال، ما عندك والو. حنا المناورة هذه لماذا اعتبرناها استفزاز؟ وليس من الجانب المخزنية باه نتفاهموا، أو من الجانب الفرنسي، من الجانب الفرنسي، لأن فرنسا عندها مدة وهي تستفز في الجزائر، ابتداء من المهاجرين وروح وهلم جرة، استفزاز يعني استفزاز واضح. بالنسبة ليكم نتوما، حنا ماناش عطينا أهمية نهائيا، باسكو المخزن ما يقدرش يقاوم مع الجزائر حتى 3 أيام، وباعتراف المخزن، باعتراف المخزن. انتم بعد مستعرفين باللي الجزائر قوة عسكرية في المنطقة لا مثيل لها، هذه بدون جدال. لكن الاستفزاز الأكبر هو مشاركة فرنسا في هذه المناورة. نحن لا نبالي بمناوراتكم يا المخزنيين، لأنكم أضعف جيش في المنطقة، ولا حول ولا قوة لكم. المشكل تاعنا حنا هو مشاركة فرنسا في هذه المناورة، لأن كما قال الممثل تاعكم تاع المناهضة للتطبيع، قال لا قدر الله واندلعت حرب بين الجزائر والمغرب سوف لن يكون هناك كيان اسمه المغرب، باعترافات تاعكم. روح الفيديو تاعو تلقاه. لا علينا. ثم بالنسبة لنا يعني دبانة ولا ما تجيش دبانة، لأن نعطيك حاجة المخزني لازم تعرفها. التسليح في الجزائر ليس الغرض منه التفوق عليكم، ماشي الغرض هذا هو. الغرض هو قوة مضاهية للقوات الأوروبية، هذا هو الغرض المسلح في الجزائر. لأنكم انتم ما كاين والو، انتم لا نعير لكم اهتمام نهائيا، لأنكم أضعف الضعفاء. ولا قدر الله صارت حرب، حنا ما نتمناوهاش، ولا صارت حرب ديروا حسابكم باللي 3 أيام يخلص الحرب، 3 أيام تخلص، 3 أيام با بليس دو 3 جور، 3 جور 3 أيام نخلصوا معكم. حنا المشكلة تاعنا في المناورة هذه هي فرنسا. لماذا فرنسا تستفز في الجزائر للدرجة هذه، لدرجة أنها تقوم بمناورة على الحدود الجزائرية مع المخزن؟ وهذا هو المشكل اللي في الجزائر، ومش المشكل تاعكم. ثم دولة وظيفية وظفتكم فرنسا، هذا ما كان. ما عندكم حتى شيء، منهارين من كل الاتجاهات. انهيار تام في المغرب، انهيار اجتماعي سياسي اقتصادي
ما عندكمش منين، ما كانش منين ما فيكمش الريحه تاع البلدان نهائيا. الكونغو اللي في الحرب خير منكم، خير منكم. المهم لازم ديروا في بالكم المخازنيه باللي حنا لا نعير اهتمام بالمناورة تاعكم، وانما نعير اهتمام بالمشاركه الفرنسيه فيها، لانه اخطر استفزاز تقوم به فرنسا تجاه الجزائر. هذا من جهه. من جهه ثانيه هذه المناورة هذه سيكون الرد من الجزائر على هذه المناورة. سوف ترد الجزائر وبقوة. نعطيها لك وحكم الفيديو عندك. الجزائر على بالك باللي هي أميرة البحر الأبيض المتوسط، ملك البحر الأبيض المتوسط هي الجزائر. وعلى بالكم شحال من غواصة كاينة وشحال طرادة وشحال وشحال وشحال. هي القوة الأكبر في البحر الأبيض المتوسط، وسوف تقوم بمناورات عسكرية على الحدود الفرنسية. احفظ الفيديو عندك وشوف عليه. نحن جزائريون، نحن أقوى شعب في أفريقيا وأشجع شعب في العالم.